أخبروني عن أي عفو تتكلمون. الله يسقط حقه بينك وبينه. ربما إنسان لم يصم ذنب، لكن الله إن تاب يسقط حقه. ربما لم أصلي لعقود، فإن تبت واستقمت يسقط حقه. حقوق الله يتنازل الله عنها إن تبت، لكن الله لا يحابي الظالمين ولا يسقط حق المظلومين بكلمة. لو انتقصت من حق مسلم، الله ليس لأنك ربيب المحراب سيسقط حق الكلمات التي بهت فيها المسلمين. والله أحصاه الله ونسوه، لن يسقط لك أي حق كلمة. يا من تتمسحون بالإسلام وتأملون أن الله يغفر لكم لأنكم تتمسحون في الإسلام، الله لا يسقط حق قطة، لا يسقطها. امرأة دخلت النار بهرة، وأدخل امرأة بغي الجنة بكلب، سقط. فعن أي ليلة تتكلمون؟ لا ينقصنا أن تتكلمون عن فضائل ليلة القدر، ينقصنا أهل لليلة القدر. الله لا يحابي الظالمين. نحن علتنا يا سادة يرقى الخطباء إلى المنابر يخبرون عن ليلة القدر، يخاطبوننا كأننا ملائكة. علة رجال الدين في هذا الزمان يخاطبون الأمة كأنهم ملائكة. أين الظالمون؟ أين هم؟ أين من أكل أموال اليتامى؟ أين من أكل أموال المساكين؟ سيصطف في كل ليلة 1000 ظالم خلف الإمام ليقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فقبل أن تصل لبيوت الله وقبل أن تطلب العفو من الله، اجعل رايتك بيضاء بينك وبين من ظلمتهم، رايتك بيضاء بينك وبين من بهت عليهم وقذفتهم وسرقت أموالهم، بينك وبين طليقتك التي تحرمها من حقها، بينك وبين خادمك، بينك وبين السائق، بينك وبين أمك. ثم تعال تفضل إلى محراب المسجد وقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والله لا يغفر لك إن كان بها حقوق حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها، إلا أن يشاء الله ويتكفل بتلك الحقوق، هذا شيء آخر. لكن الله علمنا قاعدة جميلة، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة جميلة في الرحمة. إن أردتم الرحمة والعفو، قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قاعدة إلهية متناسقة مع وحي القرآن. فهل تريدون أن تدركون ليلة القدر وأنتم أكلتم حقوق الناس وظلمتم الناس وبهتم الناس وقذفتم الناس وتطاولتم في أعراض الناس وأنتم لم تجربون العفو عن الناس؟ هذه علتكم. تريدون من الله ولا تلبون أوامر الله، تريدون الجنة ونكره الموت. نطالب الجنة بالاتكال على عفو الله فقط، فإن طالبنا الله بإرجاع الحقوق إلى الناس نحن صم بكم لا نسمع يا الله. هذه قاعدتنا. فلا تخاطبون يا خطباء الجمعة على أنكم تخاطبون ملائكة. يا سيدي يا خطيب الجمعة في مسجدكم لص وكاذب وظالم، فإياكم أن تلهموهم أن ليلة القدر تأتيكم على طبق من ذهب. لا والله لا يدرك ليلة القدر، وإن أدركها إلا القلوب الآمنة.